ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا عندنا عيش بايت ونفسنا نستغله ونعمل بيه حاجة لذيذة. فهنا في الفيديو هوريكم ازاي تعملوا 3 افكار او 3 نكهات مختلفة لاي عيش بايت عندكم، سواء بلدي، فينو، كايزر، توست، سياحي، اي حاجة. ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد اول ما انزله. وهنا بوريكم بس من قريب، دي اول فكرة او اول نكهة، ودي الفكرة التانية، وكده دي الفكرة التالتة. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه. اول حاجه جبت العيش السياحي بتاعي، وزي ما قلت اي نوع عيش عندكم هقصه بالشكل ده. تمام. وبعدين هاخد كل وش كده، وهجيب شويه زبده سايحه كده وادهن كل وش بشويه زبده بسيطه كده، حاجه بسيطه بالفرشه كده عشان توزع كويس. بتفرق قوي في طعم العيش الزبده السايحه، تدي نكهه لذيذه قوي كده. بعد كده هجيب الجبنه الشيدر المبشوره المصري، هي اسمها كده جبنه شيدر مصري مبشور. وهبدأ أوزع في كل وش كده شوية جبنة. طبعا لو انتم حابين يعني الوصفة تبقى أحلى وأطعم، طبعا ممكن تستخدموا موتزاريلا أو بقى رومي مبشور أو شيدر مبشور. بس هي الشيدر المصري المبشور ده مش كل الناس يعني بتتقبله، هو كمان مش بيسيح قوي. فبس يعني ده اللي كان متاح عندي في البيت يعني، وبرضه ما حبيتش ان انا ايه اكلف الوصفه قوي يعني. فقلنا نعمل حاجه بسيطه كده. جيت بعد كده جبت الفلفل الالوان بتاعي وهبدا ايه اقطعه شرايح كده، وممكن برضه لو ما عندناش فلفل اصفر او احمر نستخدم الاخضر بس، يعني مش هنوقف الوصفه على مثلا الفلفل مش موجود او كده، او الجبنه مش موجوده، نستخدم اي نوع جبن عندنا. وبعد كده هبدأ أحط على كل وش بقى. أول فكرة حطيت حبة البركة والسمسم، وتاني فكرة حطيت زعتر مع سمسم، وتالت فكرة حطيت شوية شرايح فلفل ألوان كده على الجبنة. وهكون مسخنة طبعا الفرن بتاعي على درجة حرارة 250، أسيبه يسخن كده مسبقا. وهدخلها بعد كده الفرن بس تاخد لون كده ويعني والجبنة تسيح سنة كده. هي مش بتسيح قوي زي ما قلت، مش زي الموتزاريلا طبعا. فلو عايزين حاجة بقى تكون فيها جبنة بتمط بقى ولذيذة كده تستخدموا موتزاريلا طبعا. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم. اتمنى تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على الافكار اللي بقدمها، وشكرا جدا ليكم.